اخيرا يعني الوطنيه لا يشكك فيها، جميع لاعبي كره اليد وطنيين وهيلتزموا، بالعكس دي مسؤوليه مضاعفه علشان يروحوا يأدوا بوطنيه اكتر، وهم رجال وقدها. اتحاد كره اليد كله وطني، اتحاد كره اليد كله مقدر المشاعر، لان ابني وابويا واخويا واختي هم اللي بيتأذوا من هذا الارهاب، وبالتالي هذا الارهاب مرفوض. لكن الرياضه شيء والسياسه شيء تاني. وبرضو اسمح لي جمله اخيره، قصر الزمن امطال الدول العربيه، الشعوب العربيه هتلتقي تاني، وحده الدم، وحده اللغه، وحده الدين. مهما حصل اختلاف هنبقى ايد واحده. السعوديه النهارده واقفه في ظهرنا، في الستينات كان في مشاكل بيننا وبينهم. ماتش الكوره الاسود من 4 سنين بوظ علاقتنا بالجزائر، النهارده احنا حبايب، ورئيسنا راح للجزائر، مواقفهم معانا وبعتوا لنا غاز. يعني احنا عرب، وفي يوم من الايام قطر هترجع لحضن الخليج، لدول مجلس التعاون، والحضن كل الامه العربيه. ان شاء الله. دكتور خالد حموده، بتوجه لك بالشكر. الحقيقه مفيش مشكله مع الشعوب ولا مع الشعب القطري، المشكله مع نظام حكم يستخدم لحساب جماعه الاخوان ولحساب التنظيم الدولي للاخوان، وبالتالي يعني الذين حتى يطالبون بالانسحاب والمقاطعه عندهم دافع وطني عميق. الذين ايضا يؤكدون على انه المشاركه افضل، لانه انا كده هدفع الثمن وهعاقب نفسي وهحطم لعبه انا متفوق فيها وهي كره اليد، واحقق فيها بطولات، هحطم اجيالا في اللعبه، ايضا هم وطنيون. وبالتالي المناقشه لا علاقه لها بقاعده الوطنيه، ولا احد يزايد على مواقف احد.